لحظة تاريخية، لحظة تسناها جدي الله يرحمه وتسناها الوالد ديالي. واليوم الحمد لله جلالة الملك محمد السادس كيخلينا نعيشوا هذا النهار هذا. عقلوا مزيان على هذا 11 أكتوبر، لحظة تاريخية لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية اللي ضاع عليها الغالي والنفيس. جلالة الملك الله يعطيك الصحة، عيشتينا هذه اللحظة. سمعوا. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدني أن أخاطبكم اليوم في افتتاح هذه السنة التشريعية ومن خلالكم مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر من قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأني وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتعريف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله. عقلوا على هذه الهضرة، عقلوا على هذه الهضرة وهذا اليوم، وأننا جلالة الملك في مثل هذه الخطابات فاش كيقول الهضرة إلا هي وثيقة، ماشي بحال شي ناس. راه سمعتي اش قال لهم فاش تعلى العرش الخدمة. واليوم الحمد لله كنعيشوا هذا النهار، هذا النهار هذا العظيم اللي رجعات لينا الصحراء المغربية ديالنا. واليوم الحمد لله اكتمل لينا البلاد. واليوم تاريخ يمكن غادي يبقاو عاقلين عليه الآلاف السنين. فنينا الحمد لله وربي كرمنا أن في هذا اليوم جلالة الملك نصره الله محمد السادس اليوم كيبشركم يا مغاربة أنه قضية الصحراء قد طويت طيا صافي. اليوم كنعتبروا أن المجتمع الدولي، الصحراء كانت ديالنا وحنا عايشين فيها وحنا ما كانش عندنا شك، ولكن اليوم أن المجتمع الدولي